السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت نعود لكم قصة واقعية ومؤثرة عن سيدة اختارت الرضا ديال الأم ديالها وسمحت في كل شيء. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كانت واحد السيدة سميتها عائشة، مزوجة وعايشة حياة مستقرة مع الزوج ديالها. كانت خدامة واحد الخدمة مزيانة من ناحية المال ومن ناحية الراحة. كانت كل شهر كتهبط تشوف أمها وتبقى معاها واحد يومين وتمشي في حالة لدارها. واحد النهار من النهارات اتصلت بها أمها وهي تقول لها: عائشة، أنا مريضة بنتي، أجي نشوفك. تخلعت عائشة ومشات تشوف أمها وتصدمات، لقات أمها مريضة بزاف وحالتها صعيبة وخاصة ضروري شي حد يبقى معاها 24 ساعة في 24 ساعة باش يشرب ليها الدواء اللي كيتشرب في الليل والدواء اللي كيتشرب في الصباح. بقات محتارة ما بين الزوج ديالها والخدمة ديالها والأم ديالها. بقات مع أمها، كان راجلها ديما كيتصل بها في التليفون وديما معصب. واحد النهار هو يتصل بها ويقول لها: اسمعي عائشة، يا أنا يا أمك واختاري اللي بغيتي. صدمات واحد الصدمة كبيرة، ولكن بلا تردد خسرت الأم ديالها. دازت واحد الأيام صعيبة على عائشة. كل نهار كانت كتسهر في الليل وتعطي لأمها الدواء ديالها، وفي الصباح كتنوض كتدوش الأم ديالها وتعطيها الدواء وتجلس معاها باش تبدل الحالة النفسية اللي كيدوز منها أي مريض. عمرها ما تشكات ولا قالت عييت. الأم ديالها ديما كدعي معاها وتقول لها: سيرة بنتي، أنا راضية عليك، الله يفتح لك كل الأبواب المغلقة والله يسر لك الأمورك إلى الخير. كانت كل 15 يوم كديها الطبيب باش يشوفها، الطبيب المعالج، باش يشوف الحالة ديالها فين وصلت والعلاج ديالها فين وصل. كان ديما الدكتور كيبقى يشوف فيها ومعجب بالأخلاق ديالها والبر ديالها مع الأم ديالها. واحد النهار ويسولها على الحياة ديالها، عاودت له كل شيء من الأول حتى الآخر. زاد تعجب بها وطلبها للزواج. وافقت عائشة وتزوجات. كان نعم الزوج، كان ديما كيعاونها على أمها وكيسهر عليها وكيشرب ليها الدواء. مع الأيام برات أمها ديال عائشة وتعالجات والحمد لله ولات بخير. شنو العبرة من القصة؟ القصة بأن رضا الوالدين ماشي غير كلمة كتقال. رضا الوالدين سر بينك وبين الله كترجم على شكل الطمأنينة والسكينة، وماشي غير واجب، هو باب من أبواب السعادة والتوفيق. رضا الوالدين قصة كتكتبها انت وكيرويها ولدك، دين ودين، الأولى كتدخلك الجنة والثانية كيردها لك ولدك. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا من بر الوالدين ورضاهم. إذا عجبتك القصة ما تنسيش شارك في القناة ودير اللايك باش يوصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.